حقيقة تاريخية ان كان في واحد اسمه اللواء رفعت قمصان، كان هو اللي بيشرف على العملية الانتخابية ايام حبيب العدلي. اللواء رفعت قمصان هو اللي بيشرف على العملية الانتخابية الى الان. طبقا للقانون احنا النهارده كان المفروض ان احنا بنستلم سديهاية فيها بيانات الناخبين، بحيث يبقى كل ناخب هو عارف انا رايح انتخب في انه مقر انتخابي. اللواء رفعت قمصان النهارده مدينا سديهاية فيها الاسماء. نعمل ايه بالاسماء؟ الاسماء عشان تبقى مئات الالاف في كل دايره رايحين ينتخبوا ما يعرفش ينتخب، فانت ما قلتلوش انت رايح فانه مقر، يفضل قاعد يركب مواصله من المكان ده للمكان ده للمكان ده، مئات الالاف قاعدين يخبطوا في بعض. عشان كده انا بجتهد رفعت قمصان ان هو عايز يقرر ويعيد ثوره 25 يناير من جديد، لان ثوره 25 يناير قامت عشان الشعب تحترم ارادته وما تزورش الانتخابات بتاعته. اللي هو رفعت قمصان عايز يدور الانتخابات، ودي البدايه الاولى لتزوير الانتخابات، ان الناس تبقى مقيده ومش عارف هو رايح ينتخب فين. احنا دعينا لهذا الاعتصام الرمزي، بقول ده اعتصام رمزي، المئات الالاف اللي انتم شايفينها ده اعتصام رمزي، لكن بنقول لهم شعب اسكندريه مش هيقبل باي حال من الاحوال لا رفعت قمصان ولا اللي مشغل رفعت قمصان ولا اللي معين رفعت قمصان ولا رئيس الحكومه اللي جابت رفعت قمصان انها تزور انتخاباته مره ثانيه. الاستاذ صبحي صالح هيقول لكم الشق القانوني في هذا الامر، لكن احنا بنقول لن نسمح باي حال من الاحوال اللي عايز يفجر للانتخابات واللي عايز يعمل الفوضى من جديد. بنقول لمعايير رفعت قمصان الحق الامر، لان شعب اسكندريه وبقيه الجمهوريه بطبيعه الحال لما يفاجئوا زي ما احنا فوجئنا النهارده، لاننا مرحله اولى ورحنا نستلم السداد بتاعتنا فوجئنا يبقى في ناس عايزه تعيد الثوره من جديد على راسها رفعت قمصان واللي مشغل رفعت قمصان. بقول للدكتور عصام شرف الحكومه بدل ما تعمل لي وثيقه السلم اللي عايزه تفجر بيها المواقف، شوفوا شغلكم بقى، ده الشغل الحقيقي اللي انتم بتاخدوا مرتبات من الضرايب الشعب المصري عشان تقوموا بيه. اللي عايز يصير فوضى في البلد وتخريف في البلد بنقولوا للي بيديروا البلد الحقوا الامور وشيلوا رفعت قمصان، واحنا بنقول لرفعت قمصان وبنمهله يومين. احنا هنعلق الاعتصام لمدة يومين، اول وتاني يوم العيد، لكن هو بعت لنا وبيقول ان احنا هنسلمها يوم السبت، وبقول له ما جبتهاش ليه؟ وليه مستنينا اليوم السبت؟ هو اذا كان قال وبعت مع بعض الوسطاء يوم السبت هتبقى جاهزه، احنا بنقول له يوم السبت لا، يوم السبت مرفوض، اقصى حد احنا هنديه يومين، احنا هنعلق الاعتصام لمده يومين، بعد يومين هتكون البيانات كامله عندنا، وبقول له رغما عنك البيانات هتكون كامله عندنا، والا فالكل يتحمل مسؤوليته.